زمان في اوائل التسعينات حصل اعلان في التلفزيون عن حاجه زي الملبس او اللبان كده، وكانت اللي بتعمل الاعلان بنت كانت لابسه قصير او لابسه شورت. الاعلان ده عمل ضجه في التلفزيون المصري لدرجه ان هم عملوا استجواب لمسؤول كبير في الحكومه في مجلس الشعب. طلع المسؤول الكبير ده ورد قال ان الريموت بتاع التلفزيون له زرارين، زرار بيقفل وزرار بيفتح، اللي مش عاجبه الاعلان يطفي التلفزيون. ده نفس الرد اللي رده الكابتن محمد ابو تريكه على منتقديه على قناه بين سبورت، عشان هو بيتكلم في حاجات كتير ومواضيع بره كره القدم. وهنا انا عايز اقول لمحمد ابو تريكه ان ده فعلا مش دورك ان انت تتكلم في قضايا تانية. محمد ابو تريكه نجم كبير ومحدش يقدر يختلف عليه، ولكن هل محمد ابو تريكه من الناس اللي فعلا جديره بالثقه ان هو ينور لي بصيرتي، او ان هو يزود من ثقافاتي، او يزود الوعي بتاعي؟ محمد ابو تريكه دوره مش توعوي زي ما هو بيقول. محمد ابو تريكه لعيب كوره سابق واسطوره كرويه، اي حد يقدر يقول غير كده يبقى ما بيفهمش كوره او منحاز ضد الكابتن محمد ابو تريكه. نجم كبير واسطوره مصريه وافريقيه وعربيه، محدش يقدر ينكر الكلام ده كله، ولكن انت دورك فعلا كوره قدم بس. انا بتفرج على بين سبورت ودافع اشتراك، وحط 100 خط تحت كلمه اشتراك بالفلوس عشان اتفرج على كوره، وبعد ما اتفرج على كوره اتفرج على استوديو يعرفني اللي كسب ليه واللي خسر ليه، فين الصح وفين الغلط. الماتش حصل فيه حاجات ايجابيه وحصل فيه حاجات سلبيه، انت اللي هتعرفها لي، لان مش كل الناس اللي بتتفرج على كوره بتقدر تحلل الحاجات دي كلها. مش كل الناس اللي بتتفرج على كوره كلنا بنستمتع، ولكن مش كلنا بنقدر نعرف الحاجات الصح والحاجات الغلط اللي حصلت في الماتش، مين الكويس ومين الوحش اللي في الماتش، فين السلبيات وفين الايجابيات اللي في الماتش، ده كسب ليه وده خسر ليه. مش كلنا بنقدر نعمل الحاجات دي، حتى لو انا واحد من الناس بقدر اعمل الحاجات دي مش هقدر اعملها في كل ماتش، لان في ماتشات بيبقى تحليلها صعب، في حالات تحكيميه انت برضو دورك ان انت هتبسطها لي شويه، هتجيب خبير تاني تحكيمي وتبسط لي الامور دي شويه. هو ده دورك، هو ده دورك الاساسي. انما تقول لي اصل احنا لينا دور ثقافي ودور توعوي، ده مش بتاعك. حتى لو انت هتتكلم في حاجات تانية بره الكوره هي برضو مرتبطه بالكوره، يعني ان انت تتكلم مثلا في الغرور او الثقه، ما دي حاجات برضو مرتبطه بلعيب الكوره، ان لعيب الكوره لازم تبقى حياته رياضيه، ان لعيب الكوره ما ينزل الملعب ما يتغرش، ان لعيب الكوره لازم يبقى نازل عنده ثقه، ان لعيب الكوره لازم يبقى عنده حب لبلده وعنده انتماء لناديه، عنده انتماء للفانيلا بتاعته، عنده انتماء للنادي بتاعه. دي كلها حاجات بره الكوره ولكن مرتبطه برضو. انما تيجي انت عايز تفهمنا ان انت كل حاجتك صح وكل كلامك صح، الناس يا ابو تريكه عمرهم ما هيتفقوا على واحد، الناس كلها عمرهم ما هيتفقوا عليك، لازم تبقى انت مقتنع بكده، ومش من كتر ما احنا بنحبك يبقى هنقبل لك اي شيء. البشر يا تريكه ما اتفقوش على النبي عليه الصلاه والسلام، هيتفقوا عليك انت؟ يا تريكه انت اسطوره كرويه وعربيه وافريقيه، محدش يقدر ينكر ده، ولكن كان في اساطير قبلك كتير اتنسوا دلوقتي، انت اللي اسمك عايش. ليه؟ عشان احنا عايزين كده، عشان احنا اللي معيشين اسمك يا تريكه، احنا الجمهور، احنا الجمهور المصري والجمهور العربي، احنا اللي شايلين اسمك يا تريكه، احنا اللي في ظهرك على طول، احنا اللي عملناك يا تريكه. الجمهور هو اللي عملك، الجمهور هو اللي واقف في ظهرك، الجمهور هو اللي شال اسمك دونا عن اي حد تاني. الجمهور المصري وخصوصا الجمهور الاهلاوي هو اللي شالك لما النادي الاهلي اتخلى عنك. ماتش الكاس بتاع انبي او ماتش السوبر اعتقد، لما انت امتنعت عن انت تنزل الماتش والفرقه كلها نزلت وساعتها الاهلي نزل عليك عقوبه، الجمهور هو اللي شالك ووقف في ظهرك. انا لحد دلوقتي هدف الصفاقسي عمرنا ما ننساه، وكل الاهلاويه وكل مصر عمرها ما تنساه. هدف مصر في الكاميرون، هدف مصر في كوت ديفوار، الحاجات دي كلها عمرنا ما ننساها. كل الحاجات دي بتاعتك يا ابو تريكه واحنا شايلينها في القلب، لان انت فعلا في القلب. الحكومه لما قالت عليك ارهابي كلنا وقفنا في ظهرك، قلنا عليك ارهاب القلوب لان احنا فعلا بنحبك، لذلك احنا لينا واجب عليك ولينا حقوق عليك. احنا كجمهور مصري وعربي وافريقي وخصوصا الجماهير الاهلاويه ليها حقوق عليك ان انت تتحمل نقدنا. احنا لما ننتقدك في حاجه ما تردش علينا بالطريقه دي، حتى لو انت مش عايز تستجيب للنقد خلاص التزم الصمت، خليك مستمر على طريقتك، ولكن ما تطلعش عليا تلومني وتزعلني على ان انا بنتقدك. فعلا انت طريقتك فيها اوفر، انت طريقتك اوقات كتير بتافور، اما تيجي تتكلم على حاجه اوقات كتير بحس ان انت عندك نقطه افوره، ولكن مفيش حد كامل، مفيش انسان في الدنيا كامل، على الاقل انت احسن من كل الاعلام المصري البكابورت اللي بيبقى مفتوح علينا ليل ونهار ده. لكن انت فعلا في حاجات انتقادات كتير انا ممكن اخدها عليك، ولكن مش دي القصه. مفيش انسان في الدنيا كامل، وانا عارف ومتاكد الكلام ده، ورغم كل الحاجات دي كلها انا بحبك ولسه بحبك. انا بتكلم على واحد من الفانز بتوع ابو تريكه،
ابو تريكه ده بالنسبه لي هو اهم لاعب مصري يمكن في التاريخ، ولكن مش معنى كده ان انا هتقبل اللي انت قلته. يعني ايه تقول لي لو مش عاجبك كلامي اقفل؟ يعني ايه تقول لي لو مش عاجبك طريقتي ما تتفرجش عليا؟ لو عايز تتفرج على كوره اتفرج على قنوات تانية. انت مش دريان باللي انت بتقوله؟ انت مش عارف ان الكوره التانية دي مش موجوده في القنوات التانية؟ يعني الماتشات اللي عندك حصري، انا لو عايز اتفرج عليها هتفرج عليها فين؟ ما انت واخد ده حصري يا بيه، وانا دافع فلوس ودافع اشتراك عشان اتفرج عليها عندك. فانا دافع فلوس واشتراك عشان اتفرج على كوره، عشان اتفرج على كوره وعشان اسمع كل كلمه خاصه بالكوره. انت عايز تتكلم انت بقى في حاجه تانية، اخرج بره القناه اتكلم فيها وارجع. في قنوات تانية انت تقدر تروحها بقى، في قنوات تانية انت تقدر تروحها وتتكلم فيها بكيفك عن كل المواضيع الخارجيه اللي ملهاش علاقه بالكوره. عايز تتكلم في حاجه تانية بره الكوره يبقى حاجات تهمنا كلنا، حاجات تخصنا كلنا. موضوع زي موضوع غزه انا معاك فيه، موضوع زي موضوع المثليه انا معاك فيه، دي كلها مواضيع تهمنا كلنا ورأينا كلنا فيها رأي واحد، ده لأن دي مواضيع ما فيش فيها وجهات نظر. دي كلها مواضيع عندنا في العقيدة ما فيش فيها وجهات نظر، فاحنا رأينا كلنا واحد. إنما هتقعد بقى أنت مش نبي يا تريكة، أنت مش نبي، أنت مش ولي أمرنا، أنت بشر زيك زي أي حد. فطبيعي لما تعمل حاجة ننتقدك عليها، لما تعمل حاجة مش عجبانا من حقنا إن احنا ننتقدك عليها، زي ما احنا بنسقف لك وأنت بتفرح إن احنا بنسقف لك، طبيعي لازم تتحمل نقدنا. هو ده الجمهور. حازم امام الكبير رمز من رموز نادي الزمالك، لما اتشتم من جمهور الزمالك في ماتش الاسماعيلي اعتقد 2004 2003 حاجه زي كده مش متذكر، والزملكاويه عارفين الكلام ده، ما ردش على الجمهور. المذيع حتى وقفه في لحظه غضب، ودي لحظه مش مهنيه من المذيع ان هو يوقف حازم امام والجمهور بيشتمه ويقول له ترد على الجمهور تقول له ايه؟ قال لهم الجمهور ده اللي صنعني ومن حقه يقول عليا اي حاجه. ده حازم امام، شوف رده كان ايه على منتقديه، ده في الملعب في لحظتها. انت يا ابو تريكه لمجرد انك قريت كومنت ولا كومنتين مش عاجبينك بتهاجم الجماهير؟ اللي مش عاجبه يقفل القناه، اللي مش عاجبه يروح يتفرج على قنوات تانية بأمارة يا ابو تريكه. لا يا ابو تريكه، احنا بقى كجمهور اللي بنقول لك لو انت عايز تتكلم في حاجه بره الكوره روح اي قناه تانية. احنا بندفع فلوس عشان خاطر نتفرج على بين سبورت عشان نتفرج على كوره، مش عايزين حاجه بره الكوره. احنا عندنا هموم كتير قوي وبنخرجها في الكوره، فالعمليه مش ناقصه والعمليه مش حبه. اقسم بالله العمليه محبه، احنا بنطلع الهموم اللي عندنا في الكوره. فبعد اذنك يا ابو تريكه احنا نستاهل منك احترام اكتر من كده. احنا جمهورك ومحبينك ومن حقنا ومن واجب عليك انك تستحمل نقدنا، من حقنا عليك انك تستحمل نقدنا اكتر من كده. لا، ابو تريكه اسم كبير، والاسم الكبير له مسؤوليات. المسؤوليات دي ألف ب مسؤوليات بعد الاعتزال انك تتحمل النقد طالما انت موجود في الصورة. زي ما انت برضو كنت لعيب في الملعب، ليك مساوئك وليك عيوبك وليك مميزاتك وليك نقط قوتك وليك نقط ضعفك زيك زي اي لعيب. ولكن انت فعلا اثبتت لنا ان انت مش زيك زي اي لعيب، انت اسطورة فعلا مصرية عربية افريقية اهلاوية. نيجي بعد الكورة، انت فعلا عندك قبول، الناس كلها بتحبك، بس ما ينفعش العمليه تأفور منك. مش من كتر ما الناس بتحبك انت تفتكر ان انت اله او ان انت معصوم من الخطأ. لا، وارد، راجع نفسك، هتلاقي عندك في حاجات كتير انت قلتها. اولا اخر حاجه انت قلتها، اللي مش عاجبه وعايز يتفرج على كوره يتفرج على قنوات تانية. هنتفرج على قنوات تانية منين؟ الماتش بيتذاع على انهي قناه تانية؟ مفيش غير القناه اللي انت فيها هي اللي واخده حصري. انا لو عايز اتفرج على كوره بس اتفرج فين؟ فانا مجبر يا بيه ان انا اتفرج عليك. فطالما انا مجبر ان انا بتفرج عليك وانا بدفع لك فلوس وانت بتاكل عيش من ورايا، يبقى لازم تحترمني وتكلمني في الموضوع اللي انت بتاخد فلوس عليه، لان انت مش بتذيع ببلاش، انت مش بتحلل ببلاش ومش ما بتشتغلش ببلاش. كلمني في الكوره بس، بعد اذنك كلمني في الكوره بس. وبالنسبه لكل الناس اللي بتتفرج عليا، انا كواحد بهاجم ابو تريكه، انا ولا زملكاوي ولا بنتمي لاي فصيل ولا حتى اهلاوي، انا راجل محب لابو تريكه، محب لكل حد كان مخلص لكره القدم. كره القدم هي بالنسبه لي حياه، اي حد مخلص لها انا كمان بحبه. ولكن اللعيبه بشر، ليهم حاجات حلوه وليهم حاجات وحشه. فلما هتعمل حاجه حلوه انا هسقف، ولما هتعمل حاجه وحشه هقول لك انت فعلا كنت وحش في النقطه دي. مش هطول عليكم اكتر من كده، اتمنى ان تكون رسالتي وصلت لكل الناس، ويا ريت لو اي حد بيحب ابو تريكه ما يزعلش من الكلام اللي انا قلته. سلام.